انا جوزي كان مسافر، وكنت قاعدة انا وابنه، وكنا قاعدين نتفرج على فيلم، وهو جاي من برا، كان جايب حلويات كتير، وانا كنت قاعدة وقام رميها كلها في حجري، وقال لي يلا علشان نسهر، والحاجات دي لزوم السهرة علشان السهرة تكمل وتكون حلو. يعني كان جايب حاجات زي لب وكراميلا وشوكولاتة وسوداني، حاجات زي كده، وقال لي انا هدخل اغير هدومي وهاجي. وفعلا دخل علشان يغير، بس لقيته طالع لي ومش لابس غير بس الشورت وبس. فانا قلت له ايه اللي انت لابسه ده؟ قال لي عادي يعني، الجو حر، ولا انت مكسوفة مني؟ قلت له لا عادي، مش مكسوفة ولا حاجة، كل الحكاية عشان بس ان انا اول مرة اشوفك وانت كده. وجه وقعد جنبي على الكنبة، وكل ده وكيس اللب كان لسه في حجري، لان انا كنت قاعدة اتفرج على الفيلم، وكنت مندمجة معاه قوي، وما حسيتش بنفسي خالص، غير وهو عمال يمد ايده علشان ياخد حاجات من الكيس، وعمال يمد ايده قوي اكتر، وانا سبته، ومعرفش سبته ليه. المهم ان الموضوع كان عمال يزيد اكتر واكتر، لدرجة ان انا كنت مبسوطة بالاحساس اللي انا حاساه، ومرضتش اقوم اجيب اطباق واحط الحاجات فيها، علشان كنت مبسوطة اوي بالاحساس اللي انا كنت حاساه، ومن الحاجات اللي هو كان بيعملها. بصراحة احساس ما حسيتوش قبل كده خالص مع باباه، بس كنت حاساه معاه. المهم ان الموضوع اتطور قوي، لدرجة واحنا كنا قاعدين بنتفرج على الفيلم، جت لقطة رومانسية قوي في الفيلم، وبقينا احنا الاتنين قاعدين بنبص لبعض. طبعا مفيش حد، والدنيا ضلمة، ومفيش الا انا وهو بس. انا كنت مضلمة الشقة كلها، وكنا قاعدين بس على نور التلفزيون. بحب انا الاحساس وبحب الجو بتاع بالليل، ان انا اضلم الشقة كلها واسيب بس نور التلفزيون. وهو بدأ يقرب عليا اكتر واكتر، وانا كنت مستسلمة على الاخر، وكنت مبسوطة وكنت حابة الاحساس ده. فضل يقرب لدرجة ان انا كنت حاسة به كله. هي طبعا يعني كانت كلها حاجات خارجية، بس انا سبت نفسي خالص. ومرة واحدة نور التلفزيون طفى، ولقيت ان التلفزيون فصل لوحده، والدنيا بقت ضلمة على الاخر. ساعتها بس اتخضيت وفقت لنفسي، ولقيت ان انا فعلا كنت مستسلمة لحاجات كانت هتحصل كتير، مش المفروض ان هي تحصل. المهم زقيته بعيد عني، وقلت له ما ينفعش ان ده هيحصل. وجيت علشان اقوم، لقيته مسكني من ايدي، وقال لي مالك في ايه؟ قلت له لا مفيش، انا بس اشوف الكهرباء فصلت ليه. وقمت منورة كشاف الموبايل بتاعي، وجريت على اوضتي بسرعة، وقفلت عليه بالمفتاح، لان انا عارفة لو كنت قعدت او كنت يعني رجعت تاني، كان ممكن يحصل حاجات كتير ما ينفعش ان هي تحصل. المهم ان انا دخلت على اوضتي وقفلت عليها بالمفتاح لحد الصبح، وطول الليل ما نمتش خالص، وكنت عمالة افكر في اللي حصل او اللي كان هيحصل، وكنت كمان حاسة بيه ان هو منمش، وشايفة خطواته رايح جاي قدام الأوضة طول الليل. وانا عمالة افكر ازاي سبت نفسي لده ان هو يحصل. المهم ان انا فضلت كام يوم متجنباه خالص، يدوب اعمل الاكل وادخل على اوضتي، وحاولت ان انا ما اتكلمش معاه ولا اختلي بيه في مكان واحد. لحد بعدها بكام يوم باباه جه من السفر، وجه هلكان من التعب، وكان عايز ان هو يطمن عليا وعلى ابنه، وبيقول لي مالك حاسس ان فيك حاجه؟ قلت لا ما فيش عادي يعني. لقيته بيقول لي بس انا عندي ليكي خبر حلو، احنا هنطلع احنا التلاتة مصيف. وقلت له هو يعني لازم ابنك يطلع معانا؟ قال لي ايوه، امال يعني هنسيبه لمين؟ قال لي واحد صاحبي يا ستي عنده شاليه، وعزم عليا ان احنا نطلع يعني نغير جو كده كام يوم. وانا وافقت وخدت منه المفتاح، وهنسافر من بكرة، وحضري الشنط بقى علشان هنمشي من بدري. قلت له تمام. وفعلا حضرت الشنط وخلصت كل حاجة وسافرنا، وفعلا ابنه سافر معانا ورحنا. والشاليه ده كان في قرية، والقرية ده وقتها ما كانتش زحمة، يعني يعتبر كانت فاضية، لأنه ما كانش موسم وكده.
ولما روحنا اتفاجئت ان الشاليه ده اوضه وصاله. قلتله طب احنا كده هننام ازاي وابنك هينام فين؟ قال لي يا ست ده زي اخوكي متقلقيش منه، ما احنا هناك في البيت بننام برضو مع بعض. قلتله ماشي بس هناك الشقة واسعة وهو ليه اوضه لوحده، لكن احنا هنا هننام ازاي؟ قال لي ما تشغليش بالك، انا قلتلك هو زي اخوك الصغير، وبعدين يعني ده مصيف وكله عادي يعني بينام مع بعض. بصيت له كده وانا مستغربة ان ازاي هو ما بيغيرش عليا، وان هو ازاي بيخاف على ابنه بالطريقة دي ومش خايف عليا. المهم لقيته بيقولي انا هنزل كده اجيب اكل وشوية حاجات عقبال ما انت تفضي الشنط. وانا فعلا بدأت ان انا انضف الشاليه وافضي الهدوم من الشنط، بس ابنه ما كانش سايبني في حالي خالص. ولقيته جاي يقولي انا اسف، انا معرفش ازاي عملت كده ومعرفتش ان انا امسك نفسي خالص، بس انا بحبك وما اعتبرتكيش ان انت مرات ابويا، فما تزعليش مني. فانا قلتله اللي حصل ده اعتبره ما حصلش وانساه، لانه ما ينفعش، وانا زي ما انت قلت مرات باباك، وانسى الحب ده خالص. وبعدها لقيته بيسألني وبيقولي انت جبتي مايو؟ قلتله لا. قالي طب انا جبتلك واحد من غير ما انت تعرفي، نزلت واشتريتلك واحد. قلتله ازاي؟ ولقيته مطلعهولي مايو قطعتين. قلتله بس انا معرفش البس ده. قالي بابايا وصاني ان انا انزل اشتريلك حاجة على ذوقي وحاجة يعني تكون متدلعة على الاخر، فجبتلك ده. بصيتله وقلتله بس انا مش هعرف البسه. وبعدها لقيت باباه جه وبيقوله ايه ده، انت حرقت المفاجأة، ايه رأيك؟ قلتله بس انا معرفش البس ده ما انت عارف. قالي بقولك ايه، ده مصيف وما تبقيش مقفلة بقى، وبعدين انا بحب اشوفك بالحاجات دي. فانا سمعت كلامه ولبسته، وبعد ما لبسته لفيت حاجة كده على وسطي ونزلنا على البحر. ولقيته بيقولي بقولك ايه، شيلي بقى البتاع ده وخليكي كده متبقيش مقفلة وانزلي يلا، انا مش هنزل معاك وانت عارفة ان انا ماليش في العوم والكلام ده، احمد ابني هيعلمك العوم. قلتله بس انت هتسيبني كده، انا مكسوفة وانا لابسة اللبس ده. قالي يعني انت شايفة الشط مليان، هو مفيش غيرنا، ويلا نزلي مع احمد هو هيعلمك تعومي ازاي. وفعلا نزلنا البحر، وانا ما بعرفش ان انا اعوم وما كنتش عارفة ان انا اتصرف. واحنا كنا دخلنا جوه البحر، فلقيته بيقولي ما تخافيش ما تخافيش طول ما انا معاك. وفعلا دخلنا لجوه خالص، لدرجة ان هو كان على الشط ممكن ما يشوفناش، وكل ما موجة تيجي وتخبط فيا تزقنا عليه وتقربني منه اكتر واكتر. مع اللبس اللي انا كنت لابساه والمية حسيت ان الاحساس اختلف خالص، وحسيت ان انا خلاص يعني جسمي ما عادش مستحمل خالص، وان انا كل حاجة فيا اتحركت. وفضلت معاه فترة وكنت مستحلية الإحساس اللي أنا كنت حاساه، وكنت حاسة بكل حاجة تحت المية، وفضلت مستمتعة ومبسوطة. والتاني مرة فقت وقلتله أنا عايزة أطلع، ما ينفعش كده، أنا لازم أطلع. وفعلا طلعت من المية وجريت على الأوضة، ولقيت جوزي بيسألني في ايه. قلت له لا مفيش، أنا تعبانة ومحتاجة إن أنا أطلع وأغير. قال لي خلاص ماشي. وفعلا طلعت على الشاليه ولقيتهم جم هما الاتنين ورايا، ولقيت جوزي بيقول شكلكم كده انتوا الاتنين تعبانين، وانا هطلع اجيب الغدا عبال ما تغيروا هدومكم انتوا الاتنين. وفعلا سابنا ونزل. انا جوزي ده معرفش بيفكر ازاي ولا في دماغه ايه، وازاي ما بيغيرش عليا خالص وما بيفكرش فيا خالص. وفعلا سابنا ونزل، وما كانش في حد الا ابن جوزي، وانا لسه ما كنتش غيرت. ولقيته جه شدني من ايدي وبيقول لي مالك في ايه؟ قلت له بقول لك ايه، لو سمحت سيب ايدي وما ينفعش كده، دلوقتي هتلاقي باباك داخل علينا. قال لي بابا دلوقتي هيروح يقعد على القهوة ويشيش براحته، وعلى بال ما يجيب الغدا لسه قدامه كتير. قال لي انا عارف نظامه. ولحد دلوقتي اللي انا كنت بكلمه فيه كان الاحساس اللي معايا في البحر ما راحش مني لسه، كنت حاسه نفس الاحساس. بس ساعتها ما قدرتش خالص بقى ان انا اتمالك نفسي خالص، وسبت نفسي ورحت معاه لحد السرير، وسبت نفسي خالص. ما كنتش قادرة ان انا اتكلم ولا قادرة اقاوم ولا قادرة ان انا اعمل اي حاجة خالص.
المهم ان انا سبت نفسي. وبعد ما حصل اللي حصل كانت الصدمة بالنسبة لي. هو حسيت ان الموضوع حلو، في اوله كان حلو، وان انا مع حد بحبه بيحبني، مش مع راجل كبير ماشي يعني بالحبوب والحاجات دي. المهم ان هو في نص الموضوع ما كانش بيتحرك خالص، مرة واحدة واهز فيه واحرك فيه ما بيتحركش خالص. ساعتها اتخضيت جامد وزقيته وحاولت ان انا اصحي فيه واهز فيه، لكن برضه لقيت ان هو ما بيتحركش. قمت بسرعة زي المجنونة ولبست هدومي وغطيته ولبسته هو كمان هدومه، واتصلت على باباه علشان يجي يشوف فيه ايه ويلحقه. وفعلا باباه جه بسرعة، وكان جايب الدكتور معاه وهو جاي. وانا كنت خايفة، مش عارفة ممكن يقولوا ايه ولا يسألوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه. المهم ان انا كنت مخضوضة وخايفة. والدكتور قال ان هو توفى علشان كان عنده القلب ومنفعش ان هو يمارس حاجة زي دي. لكن انا باباه ما كانش قايل لي حاجة وما كنتش اعرف حاجة من دي خالص. علشان كده عرفت ان هو كان خاطب مرة وفشكل بسبب الموضوع ده، ان هو ما ينفعش يمارس العلاقة دي عشان التعب اللي عنده. ولما الدكتور قال كده لقيت بابا بيبصلي وبيقولي هو ايه اللي حصل. وقتها قلتله ما حصلش حاجة، بس بدأ ان هو يزعق ويسألني في ايه اللي حصل. وقتها انا انهارت وحكيت له كل حاجة حصلت من اولها لاخرها. طبعا هو انهار وبقى يعني عمال متعصب جامد، وفي النهاية طلقني. وانا هنا خسرت كل حاجة، خسرت حياتي وبيتي وجوزي، وهو كمان خسر حياته وعمره، ومات على حاجة صعبة يعني زي دي. وحكايتنا النهاردة لحد هنا تكون خلصت. لو عجبتكم ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة